يسعد اوقاتكم، اهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل مع بعض من اكتر الكيكات اللي انا بحبها. هي كيكة تريليتشا التركية. كيكة كتير طيبة وبتنعش القلب، مثل ما شايفين منظرها بشهي. انا من اكتر الكيكات اللي بفضلها. بسم الله الرحمن الرحيم. رح نبدأ. رح اضيف 3 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة، بخفقهم شوي دقيقتين لحتى يبلش عندي الكيك يطلع فقاعات. بنبلش نضيف السكر بالتدريج. أنا كمية السكر عندي 3/4 الكوب، حضيفها شوي شوي على أقل من مهلي. تقريبا هالخطوة هتاخد معي وقت من 7 ل8 ل10 دقايق لحتى يتضاعف عندي الخليط مثل ما شايفين ويصير فاتح وكريمي. مثل ما شفتوا ضيف السكر على أقل من مهلي كرمال ما يهبط عندي البيض. هلأ هضيف الحليب خلطة صغيرة، وحضيف الزيت كمان خلطة صغيرة. بنضيف الفانيلا مع رشة الملح أكيد ما بننساها. وهلأ بدنا نخلط الطحين على الخليط، وبالتدريج رح ننخل الطحين على دفعتين أو 3 طبعا. والبيكنج باودر بنكون ضايفينه مع الطحين. ببلش أحرك الخليط من أسفل لأعلى كرمال حافظ على الهواء اللي دخلته بقلب الخليط. هلأ الفرن أنا لازم يكون عندي مشغلته. أنا فرني كهربائي، درجة الحرارة حشغله على 170. أما اللي كان عندكم فرن غاز بتقدروا تحطوه على 150. الفرن حامي من أعلى وأسفل طبعا شغال. بندخل الكيك عليه. أخذت حوالي 30 ل35 دقيقة. طبعا بدكم تنتبهوا أنه كل فرن حسب حرارته. دهنت البايركس بزيت وحطيت عليه ورق الزبدة. انتوا بتقدروا تدهنوا زيت، سمنة، طحينة، اي شي بتفضلوا. هلأ هعمل خليط الحليب اللي بدي سقي فيه الكيك. عندي حليب مكثف محلى، وعندي حليب عادي بارد. بسم الله ما شاء الله، طلعت الكيكة من الفرن. شوفوا لي منظرها. تركتها نص ساعة بعد ما استوت الكيكة، تركتها نص ساعة بالفرن تهدى. بس أول ما طلعها من الفرن حنخزها وسقيها الحليب. الخلطة اللي عملتها من شوي، الحليب والحليب المكثف المحلى، فورا حسقي الكيكة. حأتركها حتى تبرد نهائي. لحتى تبرد بتقدروا تحطوها بالبراد أو بتخلوها على جنب إذا ما كنتم مستعجلين، أو إذا كنتم مستعجلين فيكم تحطوها بالفريزر حتى تبرد معكم تماما. هلا عندي الكريمة، بدي احط لها مي باردة كتير مثل ما شفتوا فيها تلج. بخفقها لدقيقة دقيقتين حتى تتماسك معي الكريمة. أنا ما حبيت نضيف أي سكر أي إضافات لأنه الكراميل اللي رح أحطه هو حلو، الكيكة فيه سكر، فمشان تكون الطعمة متوازنة يعني بس كريمة ومي، أو بتحبوا تضيفوا كريمة وحليب تطلع كمان طيبة. هلا وزعت الكريمة على الكيك مثل ما شايفين، وبنضيف الكراميل. الكراميل أنا عملته بفيديو سابق نزلته، كتير 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 طيب، حيعجبكم كتير صدقوني، وأطيب من الجاهز. وهلأ بحط الخطوط البيضة اللي حطيتها على الكيكة. هي مو كريمة، هي قشطة، لأنه الكريمة بتعذب وبتغلبكم كتير لما حتحطوها. الكريمة بتصير أريح بالشغل. بنجيب عود خشبي وبنرسم الخطوط مثل ما شايفين. وهلأ بنبردها شوي وبعدين بنقطعها وبنقدمها. ألف صحة وهنا على قلبكم. بتمنى تعجبكم الوصفة لأنه عن جد كتير 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 طيبة. بحبكم كتير. باي باي. يا ميلا عالغصن عيني سمرة سابتينا يحرق جيلي بالهوى يا ما شو عامل فينا سموكي وما أنصفوا عيني سموكي عريق القاس أصيلي بين الشجر مشكولة فوق الراس يا مي